ايه رأيك في الخضرة دي؟ يلا بينا نشوف هنخزنها ازاي من السنة للسنة وهتفضل خضرة ما شاء الله. طريقة ولا اروع. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ النهارده بقى هقول لكم نخزن ازاي الخضرة من السنة للسنة. اليومين دول رخيصة جدا. في الصيف بتبقى 3 4 عيدان بتبقى هي الحزمة. لو تفتكروا هقول لكم ازاي انها نعملها من السنة للسنة وتبقى خضرة وبتبقى زي الفل كأنك لسه شارياها. يعني ساعة ما انت بتشتغلي بيها. وهنحطها نفرزها طبعا احنا هنغسلها في المية كده ونشيل منها اي حاجات مش حلوة، يعني مثلا زي حاجات اللي هي دي كده مثلا اهي. الحاجات اللي هي احنا مش عايزينها نشيلها. وهنا هنحط الخضرة بعد ما غسلناها كويس، بس بنحط حبة صغيرين كده نحطها في المجفف. وين طبعا كلكم عارفين طبعا احنا بنعمل كده، هتنشف ان شاء الله وتنزل منها المية ونحطها مع الباقي. بصوا نشفت اهي والمية شوفوا اهي كده. وهنا قطعتها حتت ايه، المهم متبقاش طويلة. اول حاجة عشان ما تاخدش مكان كبير في الكيس النايلون، وكمان لما تطلع من الفريزر وهي متفرزة بضربها في الكبة عشان تتفرم. اما تتفرم بتبقى يعني بص، دي سر الخضار بتاعها، ده سر من اسرار ان هي تخليها خضرة من السنة للسنة. يعني جربوها وادعولي. خلاص قطعتها هحطها في الكيس كده اهو، في كيس التلاجة العادية. وهنا خلاص حطيت كل كمية الخضر اللي انا قطعتها في الكيس النايلون ده. تخيلوا بقى الكمية اللي كانت عندي دي كلها اخدت الكمية دي بس في الكيس النايلون. وهنا بقى بحاول ان اخرج الهواء اللي موجود في الكيس. اهم سر عشان الخضرة تبقى خضرة وانت بتستعمليها تكون زي ما كنت لسه شارياها. اول حاجة ان احنا بننشفها خالص من المية. ممكن تفرديها على فوطة مثلا نظيفة تشرب المية. انا سبتها بصراحة لغاية ما المية نشفت منها، وبعدين قطعتها وقمت حطها في الكيس نايلون زي ما انتوا شايفين كده. وبلم الكيس كده علشان اخرج الهواء اهم حاجة ان هو يطلع من الكيس، هتحافظ على الخضار بتاعها. وكمان اصبح ده طبعا دلوقتي الخضرة ناشفة، يبقى هي نقطة اللي هو الهواء مش هيعمل تأكسد لها ويغير لها الخضار بتاعها. هتفضل خضرة من السنة للسنة. جربوها وما تنسوش تدعولي وشير ولايك واشتراك في القناة بقى علشان القناة تكبر بيكم، وكمان الفكرة تنتشر ولكل أصحابكم ولحبايبكم. السلام عليكم، مع فيديو تاني.